الفرق ما بين عقلية الشخص العادي والشخص المستثمر أو الشخص التاجر أو حتى الشخص الغني هي طريقة التعامل مع الفلوس إزاي. هو عنده وعي زيادة شوية في طريقة التعامل مع الفلوس، والوعي ما هو إلا شوية مفاهيم هو طبقها على أرض الواقع. من المفاهيم دي في 3 مفاهيم أساسية لازم نكون إحنا على وعي بيهم، ولازم إن إحنا نوجد طريقة إن إحنا نطبقهم على أرض الواقع عشان خاطر نوصل لنفس النتائج، أو حتى نبقى على نفس الطريق اللي الناس دي وصلت له. أول مفهوم هو الفرق ما بين الأصول والخصوم. الأصول بالمعنى العلمي أو بالتعريف العلمي بتاعها هي كل أصل مادي له قيمة مالية بيدر عائد على الشركة أو على الشخص ده، سواء في الحاضر أو في المستقبل. يعني إيه؟ يعني أنا دلوقتي جيت عندي مصنع، اشتريت ماكينة، الماكينة دي بتاعت إنتاج. الماكينة دي هي أصل بالنسبة لي، هي أسد بالنسبة لي. ليه؟ لأن هي بتحقق لي عائد مادي في المستقبل. أنا بصنع من خلالها المنتج وببيع المنتج، والمنتج ده بيعود عليا بالأرباح. طيب تعالى بقى نطبق نفس المفهوم ده على حياتنا الشخصية العادية جدا اليومية. احنا مش شركات، احنا أفراد دلوقتي، لكن احنا عايزين ناخد نفس المفهوم عشان نغير طريقة الوعي المالي اللي بنفكر بيه ناحية الفلوس. أنا دلوقتي جيت اشتريت تليفون جديد. هل التليفون ده يعتبر أصل، يعتبر أسد، ولا يعتبر مصروف؟ في الحياة الشخصية لا، ده يعتبر أسد. ليه؟ لأن ده بيدر عائد، لكن مش شرط إن هو مادي. اه طبعا احنا ممكن نستخدم التليفون في التجارة، او نستخدم التليفون في الشغل اونلاين والحاجات دي كلها، ولكن برضو الاستخدام الحقيقي بتاعه هو بيغنيني عن حاجات كتيرة جدا. فبالتالي انا بستخدمه استخدام طويل الامد شوية، طويل الاجل شوية، وبيدر فايدة وعائد عندي في المستقبل. الجزئية التانية من المفهوم ده هي الخصوم. الخصوم بالانجليزي يعني liabilities. اللايبيليتيز لو جينا ترجمناها ترجمة حرفية هنلاقي ان ترجمتها هي اعباء. طيب تعالى بقى نشوف المفهوم ده في حياتنا الشخصية. الاعباء زي المصروفات. انا دلوقتي عندي عربية بستخدمها استخدام شخصي، بروح بيها الشغل وبروح بيها البيت وبروح بيها المشاوير وبسافر وبروح وباجي، لكن تبقى ان هي تصنف من الخصوم. ليه؟ لأن عليها مصاريف صيانة، عليها مصاريف بنزين، عليها مصاريف جراج، أو أيا كان نوع المصروف اللي بيتصرف عليها. فهي يعتبر من ضمن الأعباء المالية، لأن هي بتسحب من فلوسك ومش بتزود فلوسك. ولو في نقطة بس إيه على خلاف معايا فيها، إن العربية بيزيد تمنها بعد كل فترة، فأنا حابب أقول لك إن أنت غلطان، لأن بعد سنة العربية هي بتقل قيمتها. لكن لو الرقم زاد، يعني انت لو اشتريت عربية ب100,000 وبعد سنة لقيتها ب110,000، ما تقولش ان قيمتها زادت، لكن الفلوس هي اللي قيمتها قلت، فبالتالي الرقم عالي شوية. وده موضوع حلقة جاية ان شاء الله، ودي اساس فكرة التضخم، فما يختلطش عليك الامر. نرجع لمرجوعنا، ان الخصوم هي الأعباء المالية اللي عليك، هي المصروفات اللي عليك، هي الديون اللي عليك اللي بتسحب من مدخراتك، او بتسحب من فلوسك، او بتسحب من جيبك، او من حسابك البنكي. والاصول هي اللي بتدر عليك عائد مادي سواء في الحاضر او في المستقبل. المفهوم التاني اللي الناس دي فهمته بجد وبتطبقه في حياتها سواء العملية او حتى الشخصية هو مفهوم الادخار قبل الانفاق. انا في فيديوهات كتير جدا قلت لك انك لازم تدخر قبل ما تفكر تصرف فلوسك. لازم حتى لو كان 10%، لازم يكون المنطق بتاع الادخار هو منطق سليم عندك، وان انت بتدخر من اجل الاستثمار في المستقبل. هتيجي تقولي دلوقتي طب انا لو ادخرت فلوس قيمتها هتقل مع المستقبل. حاجة اقول لك، انت لازم تتعود الاول انك تدخر، وبعد كده نفكر نحول الفلوس الكاش اللي هي السيولة دي لاستثمار ازاي، او ان احنا نغير الشكل بتاع الفلوس. نغير الشكل بتاع الفلوس ازاي؟ زي الناس اللي بتشتري ذهب، زي الناس اللي بتستثمر، زي الناس اللي بتشتري مثلا اصل ثابت عندها بتزيد قيمته في المستقبل. وده كان المفهوم التاني. المفهوم التالت هو الفايدة المركبة. وسواء اختلفت معايا او اتفقت على الفايدة والفوائد، سواء بتحبها ولا ما بتحبهاش، تبقى الفايدة المركبة هي جزء من الحياة المالية. لازم ان انت تكون فاهم هي بتشتغل ازاي. لو جينا فرضنا مع بعض كده ان انت جيت استثمرت مبلغ 10,000 جنيه في البنك، وجي البنك قالك ان الفايدة 10%، ولكن الفايدة 10% بس سنويا على اصل المبلغ، دي تسمى فايدة بسيطة.
بسيطة جدا وسهلة. لكن اللي بنشتغل بيها او اللي معظم البنوك بتشتغل بيها ومعظم الاستثمارات بتشتغل بيها هي الفايدة المركبة. الفايدة المركبة ان انا باخد ال10,000 جنيه بتوعك دول، انا بديلك عليهم 10%، وبقول لك ان الفايدة دي هي ثابتة بنسبة 10% سنويا، ولكن مش على اصل المبلغ، ولكن على اجمالي اصل المبلغ زائد الارباح بتاعته. يعني نرجع للمثال بتاعنا كده، ال10,000 جنيه عليهم 10% كل سنة، الفوائد دايما سنوية، عليهم 10% كل سنة، يعني 1000 جنيه في السنة، ال1000 جنيه على أصل المبلغ بقوا 11,000. طيب السنة التانية برضو الفايدة 10%، هي ما زادتش الفايدة إلا إذا البنك زود الفوائد أو قلل الفوائد. لكن لو جينا فرضنا إن هو مثبت سعر الفايدة، تعالى بقى نقول الفايدة المركبة ال10% دول على ال11,000 اللي هم كانوا أصل المبلغ والأرباح بتاعت السنة اللي قبليها. فال11,000 هم اللي هيتضاف لهم ال10% الأرباح بتاعت الفايدة المركبة. وهكذا الناس الأغنياء أو الناس اللي بتستثمر فلوسها بجد بتبقى عارفة كويس يعني إيه الفايدة المركبة، بتبقى فاهمة الفايدة المركبة في حياتها وتأثيرها في حياتها كمان. سواء أنت قبلت ولا حتى رفضت الفكرة، تبقى الفكرة موجودة وفي الواقع بتاعنا، ولازم على الأقل نفهمها. مش شرط إنك تطبقها، لكن لازم تبقى فاهم إن الفلوس بتتضاعف إزاي بالفايدة المركبة. الفايدة المركبة ليها شرح أكبر من كده بكتير، وأنا هشرحها في فيديوهات تانية كتير جاية إن شاء الله. وأنا بشكرك جدا، وأشوفك الحلقة الجاية إن شاء الله. السلام عليكم.